يلا فيديو جديد هنحضر مع بعض الجلاش وش بيتزا بطريقه حلوه، وازاي يطلع مظبوط معاكي. لو عندك عزومه ان شاء الله تعتمديه في مطبخك هيطلع مظبوط، اللون والرقات وكل حاجه فيه. وممكن تحشيه لحمه او ايه الحشوات اللي ممكن تحشيها. الفيديو حلو، كمليه للاخر. اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه معايا 3 بصلات هفرمهم في الكبه فرم ناعم، على البلانشه بقى في الكبه زي ما تفرميه. المهم ان انا عاوزاه يكون ناعم بالشكل اللي انت شايفاه ده. نيجي بقى على البوتاجاز، اي ماده دهنيه بقى هتحطيها. حطيت معلقه من السمنه، مش عاوزاه يحمر ولا حاجه، هو بيدبل بس. بعد كده هحط البهارات: بابريكا، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه وملح. طول ما انت واقفه ايدك فيه علشان ما يكتلش. هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه كده. خلاص خلصنا العصاج ومظبوط. طول ما انت واقفه قلبيه عمره ما هيكتل منك. خلاص بعد كده معايا لفتين من الجلاش. يعني الصاج بتاعي او الصينيه اللي هعمل فيها مقاس 30 في 40، هتكون مناسبه قوي للفتين من الجلاش. هفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. التشريبه بتاعتي معايا كوبايه من الزبادي الحلوه قوي القمر اللي كنا عاملينها مع بعض بعد 4 ايام متماسكه زي ما انتوا شايفينها بجد، يعني كانت حلوه قوي. كوبايه زبادي، كوبايه لبن، فلفل اسمر، ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر. الصينيه اهم حاجه الماده الدهنيه اللي هتخليهولك مورق وطعمه حلو. حطيت كميه زي ما انتوا شايفينها. اللفه هقسمها يعني على مرتين، مره نصها حطيتها وبعد كده حطيت السمنه ورجعت حطيت بقيت نص اللفه التانيه. هنزل بقى باللحمه اللي معصجينها، ولو عندك زيتون بقى يا سلام، الزيتون بيدي طعم حلو قوي. ممكن تحشيها لحمه او ممكن مشكل جبن، ممكن بسطرمه، يعني اي حشوه ممكن تحطيها بتكون حلوه قوي. بعد كده هحطها واقطعها زي ما انتم شايفين كده وادخلها الفرن لمده 10 دقائق. اطلعها بعد كده احط التشريبه اللي عملناها مع بعض وادخلها الفرن تاني لحد ما تبدا تدي لون زي ما انتم شايفينها كده. اخر مرحله هتحطي الجبنه الموتزاريلا وهتحطي الزيتون. عندك فلفل الوان حطي، لكن استكفيت بالفلفل الاخضر قطعته شرايح زي ما انتم شايفين كده وهحطه. يعني اللمسه الجماليه بتاعتك بقى الاخيره، يعني التكات والحركات اللي هتعمليها دي هي اللي هتخلي شكل الصينيه حلو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد كانت تحفه. اول ما طفيت عليها وطلعتها وخدت اللون الحلو ده، اي صينيه عندك او فويل هتغطيها بيها لحد ما تطرى. اهم حاجه اول ما تطلع غطيها على طول. بعد كده هتقطعيها. بصي طالعه الخرطه بخرطتها، يعني ماسكه نفسها. الطبقات مظبوطه، السمك بتاعها كان مظبوط قوي. لفتين الجلاش مظبوط على قد صينيه 30 في 40. هما مش كيلو، يعني انا جايباهم من السوبر ماركت، مش جايباهم من عند الحلواني اللي بيعمل الكنافه، فالكيلو هيكون مظبوط. ده يعني بيكون ناقص جرامات. الفيديو كان حلو، لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي ايه الوصفه اللي انتوا عاوزينها ان شاء الله انزلها لكم الفيديو الجاي. مع الف سلامه.